بصوا يا جماعة، هو ده الستيك كما يجب أن يكون. طري طراوة، غني بالنكهات، قد ايه صوص طعمه رهيب. والسر في الصوص هو التوابل اللي احنا هنعملها دي. هندخل في الموضوع على طول. التوابل عبارة عن بصل بودر، توم بودر، فلفل اسود وكزبرة ناشفة، زنجبيل بودر، حبهان بودر، وبابريكا، ورشة ملح. ما تكتريش من الملح عشان يعني هقولك ليه دلوقتي. كمان هنحط بهارات مشكلة وقلبي كل الكلام ده مع بعضه. وكل الحاجات دي انا استخدمت معلقة صغيرة منها ومعلقة صغيرة من العسل الابيض. حطيت بقى زيت ذرة او عباد شمس ما تفرقش، بس المهم ما يكونش زيت زيتون. وفضلت اقلب لغاية ما وصلت بالقوام اللي انا هوريه لكم ده. ليه بقى القوام ده؟ علشان اعرف اغلف بيه الستيك بتاعي. تمام تمام. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجيب قطعة من الستيك اللي هي بالمناسبة ممكن تبقى فليتو وممكن تبقى كولاطة. انا معرفش ايه كولاطة دي، بس هو الجزار قال لي ان هي حتة بتستوي بسرعة برضو زيها زي الفليتو كده. زي ما انتوا شايفين بغمس كل قطعة كويس قوي في التتبيلة. سبتها نص ساعة بس. انتوا شايفين المنظر؟ شايفين اللون؟ قد ايه اللحمة اتشربت من التتبيلة، وتقريبا الريحة كانت رهيبة بجد وهي نية كده. تعالوا بقى نعمل الصوص البني. جبت كيس الصوص البني بتاع كنور، وبيتباع عند العطارين عادي جدا، اللي هو الجريفي صوص. جبت الكيس ده تقريبا يعني تلت كوباية لو انت هتجيبيه سايب يعني. ومكتوب على الكيس تحطي كوبايتين مية. انا حطيت 3 كوبايات مية. طب ليه؟ هقول لكم ليه برضو دلوقتي. المهم بعد ما نحط 3 كوبايات ميه، وده علشان انا عايزه الصوص بتاعي خفيف وهو هيتقل معايا وانا بسوي اللحمه فيه. قلبيه كويس عشان ما يعملش معاكي اي تكتلات. وهاتي الطاسه بتاعتك، الطاسه تكون تيفال مش لازم جريل ابدا. وحتى لو عندك صينيه تيفال تمام مفيش مشاكل. حطي فيها معلقه من السمنه البلدي، وانزلي بقى ادي صدمه محترمه للحمه بتاعتك. سامعين الصوت؟ هو ده الصوت اللي احنا عايزين نسمعه. يعني مغطي على صوتي انا شخصيا، عايزين نسمع صوت اللحمه وهي بتعمل ايه الصوت الجميل ده. ده معناه ان هي خدت الصدمه التمام وهتفضل طريه معاكي، مش هتنزل السوائل بتاعتها وتبقى ناشفه كده وبتلك معاكي. هكمل بقى الكميه كلها. وبعدين هتبصي تلاقي في الاخر بقى هو ده منظر الطاسه. امسحي اي بهاريس سودا، لكن الملونين الحلوين اللي لسه بلونهم دول سيبيهم زي ما هم. وانزلي بقى بصوص الجريفي بتاعك كده، او الصوص البني او صوص اللحوم، وايدك فيه ما تسيبيهوش عشان ما يكلكعش. افضلي قلبي لغايه ما يبقى اللون معاكي بالمنظر ده غامق كده. شويه شويه هتبصي تلاقيه بيبقبق كده. زي ايه؟ زي ما يعني تقل كده زي صوص الكريمه. شايفين في الوسط منظره عامل ازاي؟ زودي بقى ساعتها نص كوبايه ميه تاني. ليه بقى؟ لان انا لسه اللحمه خدت معايا صدمه بس لسه ما استوتش، فانا هسوي لسه في اللحمه. ومعاهم بقى يا ست الكل حطي قرن فلفل شطه من غير حتى ما تفتحيه كده. بيدي نكهه رهيبه للصوص وما بيبقاش حراق. انت ما تقطعيهوش وهو هيدي الريحه والنكهه المطلوبه. وبعد كده عايزه تشيليه شيليه. عايزه اقول لكم الريحه ملهاش حل. سيبيه بقى يستوي على الهادي خالص وبعدين تعالي نقدمه. هتلاقي الصوص تقل معاكي وحته اللحمه بقت بتتقطع بسهوله كده، يبقى استوى معايا. هاتيه وقدميه كده زي ما انت شايفه. ممكن بقى تحطي الصوص عليه من فوق زي ما انا عملت كده، او تحطي الصوص على جنب كل واحد ياخد ويحط زي ما هو عايز. احنا شخصيا بنحبها غرقانه في الصوص. شايفين اللحمه ما شاء الله. متنسيش بقى اللايك والشير وقولي لي رايك لما تعمليها، ومع السلامه.